اتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله كثير كثير جدا من هذا الأمر كثير. والأحاديث النبوية في هذا كثيرة. وتجارب العلماء، مشهور أبيات الإمام الشافعي المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. حقيقة فعلا. وإذ ذكرت هذه الأبيات أذكر رواية حقيقة هذه من الطرفات جابها السياق، ما كانت ببالي نقولها. يعني أحد أهل العلم والفضل من الصالحين كذلك أحسبه إن شاء الله، يعني مش من الأزمنة المتأخرة، يعني إنسان معاصر، يعني مات رحمه الله من العلماء. طيب، يعني أذكر عنه كلمة عجيبة جدا. يعني كان ينصح طلابه بشيء، يعني بحيث أنه طالب العلم وأي واحد إذا كان يدرس العلم، علم الشريعة، علم الشريعة مش الخاص، لأن علم الشريعة علم رباني، علم يقصد به العبادة أساسا، ولم لم يوجد للدنيا، الدنيا عنده إنما هي وسيلة، وأنتم تعلمون هذا من البديهيات أو من البداهيات الأحد. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. يعني بعض الطلبة كان يدرس ولا ينقصه الذكاء، ماشي مقصود كيخدم الذكاء ما نقصه، ولكن يعني لا ينتج حتى نتيجة ما كيعطيها. فشكى ذلك إلى شيخه وقال له كلمة واحدة: إياك والنظرة الحرام، النظر المحرم. فالنظر المحرم أو النظر الحرام يطمس نور البصيرة، يطمس نور البصيرة. فجعل طلبته فعلا يجتهدون في هذا الأمر. وأذكر يعني جالست بعضهم في بعض البلاد الإسلامية، أذكر أنه كان من دعائهم، أن الدعاء مفتوح يجتهد فيه الإنسان كيبغى، كانوا يدعون الله خاصة في الأزمنة المتأخرة وزمننا هذا من باب أولى وأحرى، كانوا يسألون الله جل وعلا ويقولون يتعوذون: أعوذ بك من كذا وكذا ونعوذ بك من فتنة النساء. هذه يا المسلم كله خصو يعني يطلب الله تعالى منه، ولكن طلبة العلم بشكل خاص، لأن فتنة النساء فعلا وخاصة النظر الحرام تذهب بنور البصيرة وتطمس العلم الذي قد يكون وقر في القلب من خلال التعلم والتلقي عن المشايخ والمدارسة في الكتب، فيعني يرسخ ما يرسخ بالذكاء وبالمطالعة وبالمدارسة والتلقي. ولكن بمجرد ما يعني تتلقى أو تلقي نظرة غير مشروعة محرمة، فإنك آنئذ تتلقى ظلمات تنزل على تلك الأنوار فتمسخها. وإنما ذكرت هذا حينما ذكرت أبيات الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، المعاصي التي تهدد طالب العالمية في زماننا هذا، يعني بشكل خاص إنما هي معاصي النظر الحرام على الأسف الشديد.